أنا محتاجة نتكلم في موضوع مهم. كان والدها ينظر إليها بقلق ووالدي يحاول تهدئة الموقف. بدأت تتحدث بكل هدوء، ولكن كانت نبرة صوتها تحمل توترا واضحا. قالت: أنا قلقانة ومحتارة. حسن مؤخرا بيتصرف بطريقة غريبة وبحس إنه دايما بيخبي حاجات عني. والدها سأله بحزم: إيه اللي حاصل يا حسن؟ شعرت أن الوقت قد حان لأكون صادقا. كانت الكذبة الصغيرة التي بدأت قبل أسابيع قد نمت حتى أصبحت شيئا يصعب إخفاؤه. قلت بهدوء: ما فيش حاجة خطرة زيما بتفكيري، كل الموضوع إني حاولت أطور نفسي في شغلي وأعمل حاجة تبهرها في عيد ميلادنا الجاي. ضغطت على نفسي عشان المفاجأة تبقى كاملة. كانت نظرات الجميع تنتقل بيني وبين زوجتي، ومحاولة قراءتنا كانت واضحة على وجوههم. بعد لحظات من الصمت، قالت والدتي بلهجة مطمئنة: لو ده هو السبب يا حسن، فأنا فخورة بيك. لكن كان لازم تبقى صادق من الأول. نظرت زوجتي إلي وقالت: كل اللي عايزاه دايما إنك متخبيش حاجة عني، بس إنجازك دي حاجة أعتز بيها. شعرت بارتياح كبير بعد الإفصاح عن الأمر، وتعلمت درسا هاما عن قيمة الصدق وأهميته حتى في أصغر التفاصيل. الحكاية انتهت بضحكة ومصافحة داعمة من والد زوجتي، وعرفنا جميعا أن التواصل هو المفتاح في علاقتنا.